متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم على قناتكم قضيه اليوم. الحلقه اليوم غتدينا عند واحد الشاب عثروا عليه معلق في واحد الشجره ديال الزيتون. هذا الشاب هذا البعض من الساكنه قال لك اودي صفاها راسو، ولكن البعض الاخر كان كيشكك في طريقه الوفاه ديالو. ولكن لما غادي يجي الطبيب الشرعي كل شيء غادي يتضرب في الزيرو. بغيتوا تعرفوا شنو وقع في هذه الجريمه هذه؟ تبعوا معنا الحلقه الى الاخر. ولكن قبل ما ندخل معكم في سرد احداث او اطوار ديال هذه الجريمه هذه، ضروري ما نشكر المتابعين ديالنا فين ما كانوا كيتواجدوا داخل ارض الوطن او خارجه، كل واحد بصفته واسمه. كذلك كنرحبوا بالناس اللي عاد التحقوا بقناه قضيه اليوم. للاشاره، فقناه قضيه اليوم هي قناه مختصه في القصص والملفات البوليسيه المغربيه الغامضه اللي دارت الاحداث ديالها في قرى او مدن المملكه. بدون اطاله وعلى بركه الله ندخل معكم في سرد احداث او اطوار القضيه اليوم. والقضيه اليوم او الجريمه اليوم متابعينا الكرام هي احدى القضايا ديال الدرك الملكي. هذه القضيه هذه غادي نبداها لكم من الاول باش تفهموا كيفاش تفك لغز هذه الجريمه هذه. وغادي نمشيو لواحد الباديه. في هذه الباديه كاينين ثلاثه ديال الخوت. هاد ثلاثه الخوت كلشي مزوج وكلها عنده الدار ديالو وكلها عنده الاراضي ديالو، ولكن البعض ديال الاراضي كانوا مازال ما تقسموش مع هاد الخوت هادو. كانوا عندهم بعض الاراضي قسموهم مع بعضياتهم، ولكن بعض الاراضي الاخرى ما قسموهاش. هاد الاراضي هادي بقاو هكذاك حتى لواحد النهار غادي يموت واحد في هاد الخوت. هذا اللي مات كانوا عنده زوج ديال البنات وولد واحد. هاد الولد كان الاسم ديالو عمر. عمر فاش كبر وعرف بان الاب ديالو مخلي واحد الاراضي ومازال ما تقسموش، كان كيمشي عند عمامو وتيدابز معاهم. في الاول كان كيمشي عندهم بلاتي هي احسن، كيقول مودي هذوك الاراضي اللي مازال ما تقسموش اما تقسموهم معنا واما عطونا الحق ديال الاستغلال. ولكن عمامو وولادهم كيجريو عليه بحال اللي كيحقروه بحكم انه هو الوحيد اللي عند امه ما عندوش خوتو، كانوا كيبغيو يحقروه. وكانت كتوقع مشادات كيدابزوا مع بعضياتهم. ولكن هذا عمر كان ما كيتفاكش. اثناء وقوع الجريمه كان في العمر ديالو تقريبا 5 أو 26 سنه. عمر كان ديما تيهبط عند عمامو، اما عطيوني حقي واما قسموا معايا دوك الاراضي واما نتوما كتستغلهم عطيوني حق الاستغلال. ولكن عمامو ما كانوش كيتفكوا معاه، حتى هما كيدابزوا وكيعيطوا لولادهم وكيتشدوا معاه. عمر عاوتاني كيدابز واحد شويه يمشي بحالته. شي مرات كتنوض مناوشات والصداع والغوات والضرب وكيدخلوا الناس ديال الدوار وكيصالحوا بعضياتهم. عمر كانوا عنده شي صحابو في الفيلاج كيهبط عندهم في العشيه تيشريو الشراب وكيجلسوا تيشربوا حتى كل واحد كيدوخ وكيقصد الدار ديالو. كما قلت لكم عمر ساكن هو وامه وزوج ديال خواتاتو. عنده حتى هو الاراضي ديالو. الاب ديالو لما توفى خلالو واحد البركه باش عايشين، اذا ما خاصهم حتى هما حتى خير. ولكن الوقت اللي تيسكر تيبانوا ليه عمامو وتيطلع عاوتاني يحيح عليهم، عطيونا حقنا، واش حنا تحقرونا، واش كذا وتينوض دباز بيناتهم. حتى لواحد الليله هاد عمر ناض بدا كيغوت مع عمامو. قال لهم والو، اما تعطيونا حقنا واما تطيح الروح. عمامو في الاول بداو كيهدنوا معاه، ولكن هو كل ما هدنوا معاه كيزيد يطلع وبدا كيغوت. هنا واحد اللحظه عمامو قالوا لي والله تنصفيوها لك، والله تنصفيوها لك، والله تنقتلوك. الناس اللي حاضرين سمعوا بانهم هددوه بالقتل. عمر هو كيهددهم، قال لهم والله هاد الارض هذه تطيح لها الروح. هذه المشادات اللي كانت بيناتهم. ولاد عمامو ما رضاوش لان ولد عمهم تيسب لهم في الوالدين ديالهم. جاو بداو كيدابزوا. هنا لما تدابزوا تدخلوا الدرك الملكي، هبطوا كل شيء لا بريغاد، قيدوا لهم محضر. ولكن في لا بريغاد دخلوا الناس وتصالحوا مع بعضياتهم. عمر تصالح مع عمامو، ولاد عمامو كذلك هما تصالحوا مع بعضياتهم وداروا التنازل. عمر كان في حاله سكر، اذا غادي يبات وغيتقدم على داك السكر وغادي يتطلق في حاله صراحه. عمر بعد هذا الخصام هذا غادي يجيو عنده عمامو وغيجيو كذلك ولاد عمامو. جاو عنده للدار، دخلوا السلام عليكم السلام. جا عمر قالوا له جلس ولد خونا، هذوك الاراضي اللي كدابز عليهم انت وكتغوت عليهم وديما دايرين حنا الشوها والناس ديال الدوار كيتفرجوا فينا، هذوك الاراضي الا بغيتيهم سير خذهم، الا قاد تستغلهم وتقابلهم وتشوف شنو دير فيهم حنا كنفوضوا لك سير خذهم. هذوك الاراضي حنا كنستغلوهم لان واحد الوقت جاو شي وحدين برانيين
وبغاو يديوهم، وحنا جينا ليهم واستغليناهم باش يعرفوا بان راه مازالين مواليهم عاقلين عليهم ومازالين عارفينهم. لهذا حنا ما خصناش الناس ديال الدوار يتفرجوا فينا. حنا راه عائله وحده، وانت ولد خونا وخواتاتك راه بحال بناتنا. راه حنا الا شفنا شي حاجه قيساكم راه حتى حنا كتقيسنا. لهذا راه ما خصش الناس يتفرجوا فينا. هذوك الاراضي الا بغيتيهم سير ديهم باش مره اخرى ما نعاودوش ندابزوا عليهم، باش ما نوضوش كنتغاوتوا ونوضوا نفرجوا الناس ديال الدوار. كانت هذه اخر هضره بين عمر وولاد عمو وعمامو. عمر صافي عرف راسو بانه كيدير الفلطه، حتى هو تصالح مع عمامو وتصالح مع ولاد عمامو. داز بالضبط اسبوع على هذا الصلح هذا. واحد النهار قرابه 9 الصباح المقدم ديال هذا الدوار هذا غادي يمشي لابريكاد. السلام عليكم. السلام. العناصر ديال الدرك الملكي تيعرفوا المقدم. اهلا سي فلان، شو واقع؟ قال لهم راني كنت دايز من الطريق الفلانيه هذا الصباح هذا ولقيت عمر اللي جا هو والعائله ديالو هاد اليامات مدابزين، لقيته معلق راسو في واحد الشجره. لما العناصر ديال الدرك الملكي يسمعوا هذا الخبر من عند واحد السيد اللي هو عون السلطه في ذاك الدوار، قالوا لي غتمشي معنا تورينا فين لقيتيه. بالفعل مشى المقدم مع العناصر ديال الدرك، وصلوا لواحد البلاصه نزلوا السياره الخدمه، لان البلاصه اللي فيها عمر او كتواجد فيها الجثه ديال عمر ما كتوصلش ليها الطوموبيل. دخلوا على رجليهم حتى وصلوا لذاك الجنان. غادي يلقاو عمر معلق راسو في واحد الشجره ديال الزيتون. خلال المعاينه الاوليه ديال العناصر ديال الدرك الملكي كيتضح عمر معلق راسو في واحد المسافه اللي هي قليله، بمعنى الرجلين ديالو في الارض. هاد السيد هذا كون علق راسو يعلقها في واحد المسافه اللي هي عاليه، ولكن معلق راسو في واحد المسافه اللي هي قصيره. الرجلين ديالو كما قلت لكم تيضربوا في الارض. هنا اول حاجه قال لك هذا غادي نعلموا النيابه العامه. خبروا النيابه العامه. النيابه العامه قالت لهم حرصوا على مكان الحادث ريتما يوصلوا العناصر ديال لا بيجي اي بريغاد جوديسيال، وكذلك العناصر ديال التشخيص القضائي. هنا قبل ما يوصلوا العناصر ديال التشخيص القضائي والعناصر ديال لا بيجي، جات العائله ديال عمر، جاو خواتاتو، جات الام ديالو كيشوفوا داك المنظر بداو كيغوتوا، جاو كذلك عمامو ولاد عمامو، كلشي كيغوت. الناس ديال الدوار كلهم جاو تما. وصلوا العناصر ديال لا بيجي وكذلك العناصر ديال التشخيص القضائي. لما وصلوا حدا الجثه كما قلت لكم اتضح لهم بان عمر معلق بواحد الحبل اللون ديالو زرق. هذا الحبل هذا معلقو دايرو في الشجره وحازم به العنق ديالو، ولكن الرجلين ديالو تيضربوا في الارض. وهنا اول حاجه اول استنتاج استنتجوه العناصر ديال لا بيجي. هذا الشخص هذا لو كان علق راسو راه غتخرج منه الروح، ولما الانسان كتخرج منه الروح راه كيدير واحد الحركه مهما الرجلين ديالو ضربوا في الارض او ضاربين في الارض. علاش هذا السيد ما فركل ما دار حتى شي حاجه، بقى واقف كيتسنى الروح تخرج منه؟ ما يمكنش. هنا بداو كيدخلوا الشكوك. قال لك هذا سيدي ما غنقيسوش هذه الجثه وغادي نتصلوا بالطبيب الشرعي. الطبيب الشرعي جا لتما، صوروا الجثه ونزلوها من فوق الشجره. جا الطبيب الشرعي عين الجثه، قال لهم انا كنشكك في الوفاه ديال هذا الشاب هذا. في هذه اللحظه هذه تصورت الجثه وتهزات نحو مستدى الاموات قصد التشريح للوقوف على ملابسات الوفاه والتحديد التاريخ ديال الوفاه. اول واحد غادي يستمعوا ليه وهو المقدم عون السلطه اللي عثر على الجثه. سولوه العناصر ديال الدار، قالوا ليه كيفاش عثرتي على هذه الجثه هذه وكيفاش انت دزتي من تما؟ وقال لهم سيدي انا الدوار ديالي وانا اللي مشرف عليه بصفتي كعون سلطه. كل صباح كنوض كندير داك الحملات الروتينيه ديالي، كنقلب كنشوف شنو واقع في الدوار. هذا الصباح هذا وانا دايز عثرت على السيد معلق في الشجره ديال الزيتون. انا لما شفته جيت لعندكم علمتكم. سولوه العناصر ديال الدار، قالوا لي انت لما كنتي تما ما شتي شي واحد دايز او شي واحد لمحتيه بانه دايز من شي بلاصه؟ قال لك لا سيدي. انت ما قربتيش من الجثه ما لمستيها ما والو؟ قال لهم لا سيدي انا ما قصت لا جثه ولا والو، انا لقيت السيد معلق جيت لعندكم علمتكم. كانت هذه الافادات ديال المقدم. غادي يجيبوا العائله ديال عمر، بمعنى الام ديالو وخواتاته. سولوهم قالوا لهم واش الولد ديالكم كان كيعاني من شي اضطرابات؟ واش الولد ديالكم كان مريض نفسي؟ كان كيتعالج على شي حاجه؟ قال لك لا سيدي حنا الولد ديالنا طبيعي، الولد ديالنا ما عندوش شي مشاكل. المشاكل اللي عنده هو واحد الارض كان ورثها
على باه، وعمامو ما بغاش يعطيوه الحق ديالو، كانوا كيدابزوا عليها، وراه وصلوا لعندكم تقريبا هذه واحد الاسبوع بعد ما دابزوا وصلوا عندكم وتصالحوا. ومن بعد راه جاو عمامو عنده لهنا وتصالحوا معاه وقالوا له ودي داك الارض الا بغيتيها غير ديها، حنا ما عندناش يسمعوا الناس دوار صداعنا، وتصالحوا مع بعضياتهم. من بعد حنا اكتشفنا بان الابن ديالنا تلقى معلق راسه. كانت هذه هي الافاده ديال العائله ديال عمر. غادي توصلوا العناصر ديال لابيجي بالتقرير ديال التشريح الطبي. التقرير ديال التشريح الطبي اش كيقول بان هذا الشاب هذا مات عن طريق الخنق بالحبل، من بعد عاد الجثه ديالو تعلقات، بمعنى هذه جريمه قتل، ماشي السيد قصر راسه. كانت هذه الافاده ديال الطبيب الشرعي، وكيأكد لهم بان هذا الشاب هذا تقتل قرابه 11 ديال الليله قبل ما يلقاوه ذاك الصباح، بمعنى تلقاوه تقريبا في 9 الصباح، هو تقتل الليله اللي قبل تقريبا بين 10 ل 11 الليل. هذه المعلومات اللي دلا بها الطبيب الشرعي. هنا العناصر الامن لقاو راسهم امام جريمه قتل وتحييدات الفرضيه ديال الشنق. غادي يبداو البحث ديالهم. كان اول وحدين غادي يشكوا فيهم وهما العائله ديال عمر، عمامو ولاد عمامو، لان داك الصلح اللي داروا من موراه السيد تلقى معلق راسو في الشجره. اذا كاين شي حاجه. واش هاد الناس هادو داروا هاد التمويه هذا باش يحيدوا عليهم داك اللبس ويصفيوها لولد خوهم؟ ممكن. هنا غادي يجيبوا العائله ديال عمر، خبروهم بهذا الواقع هادي وقالوا لهم فمن كتشكوا. العائله ديالو اللي هي امو وخواتاتو قال لك ودي حنا ما كنشكوا في حد، حنا المشكل الوحيد اللي كاين هو ديال عمامو ولاد عمي، هادشي اللي كاين، شي حاجه اخرى ما كايناش. واخا جابوا عمامو وجابوا ولادهم. عمامو ولادهم قال لك ودي حنا بالفعل كانت بيناتنا مشاكل، ولكن حنا باش نقتلوا ولد خونا راه حشومه، ولكن هنا ما غنمشيوش بالعاطفه، لان كما سمعتوا في واحد اللقطه اللي نهار اللي دابزوا قالوا بانه والله حتى نصفيوها لك والله حتى نقتلوك، والناس كيسمعوا، بمعنى هددتوه بالقتل سابقا ودابزتيو وتصالحتيو، ومن بعد السيد تلقى مقتول، ومن اجل تمويه العناصر البحث علقتو السيد في الشجره، بمعنى السيد علق راسو، السيد صفاها راسو بهذا المعنى هذا. اذا كاين شي لبس في هذه القضيه هذه. قالوا لهم غادي نسولوكم الليله الفلانيه فين كنتوا؟ هنا ولاد عمو قال لك سيدي ها في كنا شي عنده حجه الغياب وشي ما عندوش حجه الغياب. عمامو قال لك سيدي حنا كنا في الديور ديالنا. جابوا عيالاتهم قال لك سيدي بالفعل حنا كنا في الديور ديالنا، ولكن البعض من ولاد عمامو عندهم حجه الغياب. فين كنتوا؟ قال لك سيدي حنا كنا هنا لا عطيونا فين كنتوا. وقال لك سيدي حنا كنا مع شي صحابنا كنشربوا في بلاصه فلانيه. كنتوا كتشربوا سيدي نعرفوكم كنتوا كتشربوا. شكون هما صحابكم؟ فلان وفلان. مشاو جابوهم. لما جابوهم قال لك سيدي بالفعل كانوا معنا، ورا تفرقنا تقريبا حتى ل 4 الصباح. معايش تلاقيتو؟ سيدي تلاقينا مع ديك الساد العشيه. نتوما من الساد العشيه وانتم كتشربوا حتى ل 4 الصباح. قال لك سيدي هادشي اللي كاين، هادشي اللي عطا الله. مزيان. بمعنى ولاد عمو اللي ما كانش عندهم حجه الغياب ولات عندهم حجه الغياب، بمعنى اعمامو ديال عمر وولادهم بارئين من المقتل ديالو، ولكن حنا ما غنمشيوش بداك النسبه د العاطفه نقولوا هادو بارئين وعندهم حجه الغياب، ولكن راه قادرين يصيفطوا وحدين اخرين يصفيوها للولد بداك الطريقه هذيك. اذا العناصر ديال الدرك الملكي غادي يوسعوا دائره البحث. دائره البحث ما غاديش كتشمل غا العمام وولادهم وزيد وزيد، لا، غادي نمشيو نشوفوا الدوار شنو واقع فيه، ونشوفوا عمر مع من كيمشي مع من كيجي، شنو كيمشي يدير في الفيلاج مع من كيجلس. اول حاجه غادي يطلعوا للدوار بداو كيسولوا هذا الولد هذا واش كانت عنده شي عداوه مع شي حد. ولكن الناس ديال الدوار بالاجماع كيقول لك ودي حنا النهار اللي عرفنا عمر عنده العداوه مع عمامو وولادهم، شي حد اخر ما عارفينهاش. هذا عمر هذا واش نتوما كنتو كتشوفوه مع شي بنت كتشوفوا مع وقال لك سيدي العلم لله حنا ما عمرنا شفناه مع شي وحده هنا في الدوار هذا، ما عمرنا شفنا شي حاجه ما هياش. هذا الولد هذا ما عمرو اتصل على بناتنا، ما عمرو تحرش من بناتنا او شاف فيهم شي شوفه ناقصه. بمعنى الناس ديال الدوار كيقول لك عنده المشاكل مع عمامو وولادهم، والسبب هو داك القطعه الارضيه اللي مازال ما تفرقاتش ومازال في الورث فقط. شي حاجه اخرى
ما كايناش. نخليو الدوار ونهبطوا للفيلاج. الفيلاج بداو كيسولوا، سول هنا حتى عرفوا بان عمر عنده واحد 3 ديال صحابو. هاد 3 ديال صحابو هما ابناء ديال هاد الفيلاج، ولاد عائله، بمعنى العائله ديالهم معروفين في هذا الفيلاج هذا، ناس تجار، ناس ديال الخدمه، الناس ديال تماره. غادي يمشيو يسولوا فيهم لانه هما الاصدقاء ديال عمر. عمر لما كيبغي يشرب يهبط عند هاد الدراري هادو. مشاو عندهم جابوهم. لما جابوهم سولوهم، كاينين 3 ديال الدراري. قالوا لهم ودي عمر صاحبكم؟ قال لك سيدي صاحبنا. عمر كانت عنده شي عداوه مع شي حد؟ قال لك سيدي ما كانت عنده عداوه مع شي حد. العداوه اللي كنعرفوه هي مع عمامو ولاد عمامو. علاش العداوه عندهم؟ قال لك سيدي على شي ارض كانت عندهم مازال ما قسموهاش وكانوا كيدابزوا عليها. هادشي اللي عارفين حنا مزيان. قالوا لهم نتوما كتجلسوا مع عمر وكتشربوا معاه وكتعاودوا، ما عمرو عاود لكم على شي وحده ولا شي حد؟ قال لك سيدي لا، حنا كنجلسوا كنبداو نتعاودوا، واغلب المواضيع اللي كيبدا يعاود لنا عمر بها هي الموضوع ديال الارض اللي عنده مع عمامو ولاد عمامو. حتى ما بقيناش كنبقاو نتلاقاو معاه، لانه كل ما جلسنا كيبدا يعاود لينا اعمامي داولي، اعمامي حقا نصبوا علينا، اعمامي حيت حنا عرفوني غير انا اللي ولد وعندي خواتاتي بغاو يديونا رزقنا. حنا ملينا من هاد الهضره هادي، حنا كنجيو باش كنشطوا ونضحكوا، ولكن هو تيجي كيبدا يعاود لينا هذا الموضوع هذا صافي ملينا. ولكن حتى هما غادي يوليو من المشتبه فيهم. قالوا لهم الليله الفلانيه في كنتو؟ قال لك سيدي الليله الفلانيه كنا كنشربوا. في كنتو كتشربوا؟ سيدي كنشربوا في بلاصه فلانيه. كنتو غير 3 بكم؟ سيدي غير 3 بينا. عمر داك النهار ما سولش فيكم؟ قال لك لا سيدي ما سولش فينا. عمر واش ديما تيشرب معكم؟ سيدي مره تيهبط عندنا تنشربوا، كيتعاود معنا كنضحكوا شويه كيمشي بحالته. مزيان. لما عمر كيكون معكم وكيبغي يمشي بحالته فاش كيركب؟ قال لك سيدي مره تيعيط له واحد الخطاف هو اللي تيديه. واخا كي سميتو هذا الخطاف؟ سميتو فلان. اش من نوع الطوموبيل عنده؟ سيدي عنده واحد السيكانز. عيطوا لذاك الخطاف حتى هو جابوه. سالاو البحث مع هاد 3 الدراري. هاد 3 الدراري الليله اللي تغسل فيها عمر كانوا كيشربوا وهما مع بعضياتهم شاهدين لبعضياتهم. واش هاد الدراري هادو عندهم شي مشاكل مع عمر وصفاوها ليه؟ ممكن. غادي نخليهم جانبا، نرجعوا عند مول السيكانز. قالوا لي شوف باش نكونوا واضحين، احنا كنبحثوا في جريمه قتل، راه اي خطا بسيط غتستق مورط الراس ديالك، تحمل المسؤوليه ديالك باي هضره قلتيها وتعاون معنا. قالوا ما سيدي مرحبا، انا اللي عارفو نقولوا. عمر كتعرفو؟ قال لك الله ودي الله يرحمو داك الدري تنعرفو. هذاك عمر كي كان جاي التعامل ديالو كيفاش كيتعامل؟ وقال لك سيدي الله يعمرها دار، هذاك الولد مشكل واحد اللي كان عنده مع عمامو ولاد عمامو، فاش كنتلاقى معاه هادشي باش كيتعاود معايا شي حاجه اخرى ما كايناش. سولوا على ديك الليله اللي تغسل فيها عمر. قالوا لي ديك الليله ما اتصل بيك؟ ما طلعتيه؟ ما هبطتيه للدوار؟ قال لك لا سيدي انا ما هبطتوش، هذاك النهار ما اتصلتش به وما اتصلش بيا، لانني موالف الوقت اللي كيكون هو هابط للفيلاج كيتصل بيا كيقول لي هبطني للفيلاج، كنوصلو كيقول لي شوف الوقيته الفلانيه اجي موراي. هادشي اللي كاين. هذيك الليله او ذاك النهار ما سولش فيا بتاتا. زادوا سولوا قالوا لي نتايا بحكم انك انت اللي كتوصلوا انت اللي كترجعوا عمر عارفو كيمشي مع فلان وفلان فلان؟ قال لك الله ودي كنعرفهم، ودوك الدراري براسهم شي مرات كيحتاجوني كنجي موراهم بالطوموبيل كنديهم. هادشي اللي كاين. بمعنى حسب ما قال هاد مول السيكانز او هاد الخطاف، قال لهم انا داك النهار ما هبطش عمر، ما تلاقيتش معاه، بمعنى ما هبطش عند الدراري الفيلاج. واخا ولكن بحال والو هاد الدراري يكونوا طلعوا عنده ممكن. سولوا داك مول السيكانز قالوا لي نتايا هاد الدري هاد النهار ما عيطوا لك؟ ما قالوا لك سدينا البلاصه الفلانيه لا والو؟ قال لك لا سيدي ما عيطوليش. هذه المعلومات اللي دلاو بها، ولكن هاد الدراري بريئين. مول السيكانز حتى هو كيبرئهم، عمام ولادهم حتى هما بريئين. اذا شكون اللي قتل هاد عمر؟ شكون صفاه عليه؟ شكون عنده العداوه معاه؟ هذا هو السؤال المطروح. غريب. قال لك بلاتي غادي يعاودوا البحث من الاول، رجعوا لذاك الفيلاج وبداو كيسولوا عاود وطلقوا المخبرين ديالهم تما. اي معلومه بسيطه توصلنا. رجعوا كذلك للدوار وجابوا الام ديال عمر وجابوا خواتاته، قالوا لهم شوفوا الولد ديالكم الا ما عاونتوناش
راه غادي تمشي على عينكم عجاجه. عاونونا اي حاجه بسيطه كنتو عارفينها عاودوها لنا. الولد ديالكم الا عنده شي مشكل مع شي حد ولا عمرو داز مع شي حد قولوها لنا. ولكن الوالدين ديالو اي الوالده ديالو وخواتاتو قال لك سيدي عمر ما عمرو تشكلنا بشي حد، حنا مشكل واحد اللي كان عندنا راكم عرفتوه بلا ما نبقاو نعاودوه ديما. شي حاجه اخرى حنا ما عارفيناش، ما نقدروش نظلموا شي واحد ولا نورطوا شي واحد، هادشي اللي كنعرفو. غريب. غادي تجي واحد المعلومه من الفيلاج. هاد المعلومه اش كتقول هادوك 3 ديال صحابو اللي تيمشي كيشرب معاهم في الفيلاج. واحد النهار عمر دابز مع واحد فيهم ومن تما ما بقاوش كيتلاقاو. علاش؟ شنو هو السبب؟ هذا هو السبب اللي بغينا نعرفو. هذا الولد هذا واحد من ضمن داك 3 مشاو للعناصر ديال الدرك الملكي وجابوه كذلك صحابه. قالوا اسمع السي فلان، حنا ما جيناش وجبناك غير هكذاك. واحد النهار وقع لك شي مشكل مع عمر. شنو هو هذا المشكل وعلاش دابزتو؟ ومن الوقت اللي دابزتو ما وليتوش تلاقيتو. كيفاش القضيه وعلاش دابزتو؟ هذاك الولد غادي يبدا كيعاود وكيسرد كيفاش وقع المشكل بينه وبين عمر. قال لك سيدي عمر هو صاحبنا بحال خونا. انا كتجي عندي واحد البنت، هاد البنت هادي انا بحكم انهم هما كانوا صحابي هذيك البنت كتجلس معنا عادي كنبداو نتعاودوا. واحد النهار هو يتماطل ليها بدا كيتحرش بها. قالوا ليه واش انت شتيه ولا شي واحد قال لك سيدي انا جيكم الهضره. شي نهار بدا كيتحرش بها، هي داك الساعه ما هضرتش معاه وما قالت لي انا والو حتى لا غد ليه قالت له ودي فلان انت كتجيب لي كتجلس لي مع صحابك، واحد من دوك صحابك راه باسل. قال شكون؟ قالت له ودي داك اللي كيجي من الدوار الفلاني. راه بدا كيلوح لي الهضره بدا كيغمزني وشي حوايج اخرين. انا رجعت عند صاحبي قلت له عمر حشوم عليك وحنا كنجيبوك بحال خونا وانا جبت الصديقه ديالي وانت درتي لها وانت فعلتي لها. قال له ودي انا ما هضرتش معاها، انا ما هضرت معاها ما تكلمت معاها، وانا كاع حتى هاد الجلسه هادي اللي غبداو تتهموني فيها انا ما بقاش نجي عندكم. صافي دابزنا انا وياه مشينا. ولكن من التالي فاش بديت كنبحث لقيت بان هذيك البنت غير كذبات. هي كانت عينيها في عمر ودارت داك المشكل هذاك باش ندابزو انا وعمر وهو يمشي بحالته وهي تمشي عنده. في التالي عرفت بان عمر راه ما تحرش بداك البنت، ما هضر معها، ما تكلم معها. وانا وصحابي كنا كنتسناو الوقت المناسب باش نطلعوا عند عمر للدار ونطلبوا منه السماحه ونرجعوا المياه لمجاريها ونرجعوا كيف كنا. ولكن مع الاسف توصلنا بالخبر بانه تلقى معلق في واحد الشجره. كانت هذه المعلومات اللي دلا بها عصام اللي كانت عنده الخلافات مع الضحيه. جابوا 2 الاصدقاء الاخرين اللي كيجلسوا مع بعضياتهم قالوا لهم شوفوا شنو وقع بين عصام وعمر. وقال لك سيدي نعاود لكم شنو وقع. هنا كل واحد سولو بوحده باش يشوفوا واش الهضره بحال ولا كيكذبوا. قال لك سيدي كانوا جالسين واحد الليله عاديين، جا عصام وجا مع هذيك البنت. عمر كان جالس، هذيك البنت وقعوا شي حوايج هما ما شافوهمش. لا غد ليه جا عصام عند صحابو قال لهم ودي عمر كان جالس معنا وراه تحرش بالبنت وراه بدا كيلوح ليها شي هضره وراه عاودت لي البنت كلشي. ولكن حنا هضرنا في عصام قلنا له ودي راه عمر كان معنا، حنا باش دار حتى شي حركه ما تحرش بداك البنت ما والو. وحنا باش نقطعوا الياس ونحيدوا الشك كنعيطوا لعمر. عيطوا لعمر جا. لما جا عمر لقيناه مع عصام بداو كيدابزوا في الاول. وفي التالي عمر قال لك ودي انا هذيك البنت ما هضرتش معاها ما تكلمت معاها ما والو. وباش نكونوا واضحين انا اخر مره نعاود نجي نجلس معكم. انا هاد المشاكل ما عندي ما ندير بهم. انا الا بغيت نشرب غادي نشرب في الدوار وندخل نعس حدا الوالده ديالي. هادشي اللي كاين. من تما مشى بحالات وغضب ما بقيناش كنشوفوه. حنا كنا متفقين نخليوه يبرد ونطلعوا عنده للدوار ونطلبوا منه السماحه لاننا عرفنا في التالي هذيك البنت راه غير كذبت لان كانت عينيها في عمر ودارت هاد الطريقه هذه باش عمر يدابز مع عصام وهي تمشي عند عمر. هاد البنت هذه بدورها غادي يستدعيوها جابوها. هاد البنت هذه دوك بنات الليل الله يهديهم معروفه مشاو جابوها قالوا لها كتعرفي عمر؟ قالت ما سيديش من عمر. قالوا اسمعي باش نكونوا واضحين حنا كنبحثوا في جريمه قتل وغلط بسيط غادي تورطي
راسك تحملي المسؤوليه ديالك. قلت لهم سيدي انا نعاود لكم اللي وقع. قالوا لا عمر كتعرفيه؟ سيدي عمر تنعرفو. اش كتعرفي عليه؟ سيدي عمر كنعرفو كيجلس مع عصام ودوك الدراري صحاب عصام. ايوا شنو المشكل اللي وقع؟ قالت لهم سيدي ما وقع حتى شي مشكل، لا وقع شي مشكل وعصام دابز مع عمر على مسبتك. قالت لهم سيدي انا كانت العين ديالي في عمر، واحد النهار وخلقت لهم المشكل بينه وبين عصام ودابزو، وفي التالي عصام عاقب بيا بانني باغا نخلق لهم مشاكل ودابز معايا حتى انا، ومن تما بقيناش تلاقينا. هذه المعلومات اللي دلات بها حتى هاد البنت هادي، بمعنى كل شيء بارئ من هاد القضيه هادي. وشكون دار هاد الحاله عفوا؟ في عمر. شكون اللي قتلوه علقوه في الشجره؟ اذا شي حاجه ما مفهوماش انا. هاد القضيه هادي تقريبا داز عليها شهرين، بمعنى تسلمات الجثه الوالدين ديالو وحضروا عمامو ولاد عمامو ودفنوه وبقى البحث جاري. هاد القضيه هادي كانت غامضه. المركز ديال الدرك الملكي اللي وقعت في النفوذ ديالو هاد الجريمه، الرئيس ديالو لاحظ واحد الامر اللي هو غريب. من نهار وقعت هاد الجريمه المقدم ديال داك الدوار كل نهار كيجي كيسول فين وصل البحث ويمشي بحالته محروق. كل مره تيجي يسول فين وصل البحث، شنو داروا مع فلان، واش شدوا فلان، واش صوبوا لفلان. بمعنى هاد السيد هذا مالو محروق لهاد الدرجه هادي. والدين الضحيه وما يديرينش هاد الحاله هادي. هاد القضيه هادي غتوصل للعناصر ديال لابيجي اي المركز القضائي. غادي يجيبوا المقدم، سولوا المقدم قالوا ليه ماك انت كل نهار كتجي كتسول فين وصل البحث، واش اعتقلتوا فلان، واش شديتوا فلان، واش صوبتوا فلان. ياك لاباس. سيدي انا غير كندير خدمتي. كيفاش كدير خدمتك؟ خدمتك كديرها برا، تشوف البناء العشوائي، تشوف شي واحد دوز ساقيه لشي واحد، تشوف شي شهادات سكنه. ولكن هاد الحلقه هذه كامله كل نهار كتجي تسول، اذا شي حاجه ما مفهوماش. السيد بدا كيتلعثم في الهضره. قالوا اسمع ياك ما شي حاجه مخبيه علينا. قال لك لا سيدي ما مخبي والو. واخا هنا غادي يدخل حتى هو في اطار دائره البحث. قالوا جي السي المقدم انت اللي اعترضتي على الجثه. قال لهم سيدي انا اجي نسولوك الليله الفلانيه في كنتي؟ سيدي انا كنت في الدار. متاكد كنتي في الدار؟ سيدي كنت في الدار. معيش دخلتي للدار؟ سيدي دخلت تقريبا مع شي 8 الليل. معيش خرجتي؟ سيدي حتى شي 9 الصباح. واخا خلاو المقدم جانبا، طلعوا للدوار، مشاو نيشان عند مراته. المقدم مزوج ما عندوش دراري، عنده غير المراه سكنها بوحدها. مشاو جابوا المراه وجات، قالوا لها غادي نسولوك عقلتي الصباح اللي تلقى فيها عمر مقتول؟ قالت لهم سيدي عقلت. ديك الليله اللي قبل الزوج ديالك كان في الدار؟ السيده بدات كتفكر. قالت لهم سيدي ديك الليله راه دخل تقريبا مع ديك تسعود، ولكن ولا خرج مزيان. خرج فين مشى؟ وسيدي العلم لله. عايش ولا دخل؟ وسيدي ما بقيتش عاقله. المهم رجع مع ديك تسعود وبقى واحد شويه ورجع خرج. انا متاكد خرج وما رجع تقريبا الى ما خفت نكذب حتى داز عليا النعاس تقريبا مع ديك الوحده ولا جوج الليل. غريب. هنا هاد الزوجه هادي غادي تقول واحد المعلومه. هاد الزوجه اصلا هاد المقدم اللي هو الزوج ديالها بحال حاقر عليها. وقالت له سيدي انا كنت باغي نقول واحد الهضره، ولكن هاد الهضره هادي خفت ما تكونش هي هذيك ونصدق مورطه ونصدق وقع لي مشاكل مع الزوج ديالي. قالوا لا ما هي. قالت له سيدي راه كان كيجي عندي الزوج ديالي اللي هو المقدم وكيقول لي بانك عندك علاقه مع عمر، وانا سيدي ما عمر داك الولد هضر معايا، ما عمر تكلم معايا، ما والو. هذاك الولد ترونكيل ما عمره هز فيا حتى العين، وانا اصلا كبيره عليه. انا ماشي من الشيام ديالي وما تربيتش هكا باش انا نكون مزوجه ومشي عند شي ولد اللي هو صغير ولا ندير علاقه مع شي واحد اخر. ولكن الزوج ديالي مرارا وتكرارا كان كيعاودها ليا وما عرفتش باش نجاوبه. انا كنقول له ودي داك السيد راه قد ولدي، راه بعيد عليا، ما تنهضر معاه ما والو. الولد في العمر ديالو تقريبا
24 عام ولا 25 عام، انا في العمر ديالي تقريبا داخل 40 سنه، راه الولد صغير عليا، ولكن الزوج ديالي كان مره كيضغط عليا حتى سخنا الخبر بان الولد تلقى مقتول. هذه المعلومات اللي دلات بها الزوج هذا المقدم. رجعوا عند السي المقدم، قالوا له السي المقدم هذيك الليله كتقول بانك دخلتي مع 8 ولا 9 الليل، ما خرجتي حتى ل 9 الصباح، ولكن حنا رجبنا الزوجه ديالك راه هنا وسولناها وبحثنا معاها وقالت لك داك الليله بالضبط راك دخلتي تقريبا مع 9 الليل وما دوزتيش بزاف في الدار، تقريبا ما كملتيش واحد نص ساعه وخرجتي، والسيده نعسات حتى داز نص الليل وعاد جيتي فتحتي الباب ودخلتي. غتقول لينا داك الليله في كنتي؟ السيد نكر وطلع للجبل، قال لهم داك الليله انا كنت في الدار، دخلت مع 9 ما وليتش خرج. قالوا لي الله يهديك، الزوجه ديالك كتقول لك بانك خرجتي وما رجعتي تداز عليها النعاس. قالوا لي وغادي نزيدوك معلومه اخرى، انت كنتي كتمشي عند الزوجه ديالك وكتهمها بانها عندها علاقه مع الضحيه عمر. اش كتقول في هذه الهضره؟ السيد لما سمع هذه المعلومه بحال حطيتي واحد وهزيتي واحد، السيد الوجه ديالو تبدل. قالوا لي اسمع دابا تعاون معنا وقول لنا شنو وقع، حنا راه عارفين كل شيء. عاود لينا. المقدم كان ناكر، ولكن في التالي بدا يعترف. قالوا ما سيدي انا اللي عطا الله عطانا نعاود لكم. قالوا لي عاود لينا. هنا حسب ما جاء في المحضر وشنو قال هذا المقدم. قالوا ما سيدي انا الزوجه ديالي شكيت فيها بانها عندها علاقه مع داك الولد. قالوا لي انت كيفاش شكيتي؟ واش واحد قالها لك؟ وقال لك سيدي انا غير شكيت. كيفاش شكيتي؟ قالوا ما سيدي واحد النهار كنا دايزين وضحك معها وضحكت معاه، صافي ضحك معاه ضحكت معاه، انت شكيتي بانه عنده علاقه. قالوا ما سيدي واحد النهار لقيته وحده الدار، انا جاي بالموتور وقفته ولقيته خارج من حدا الباب، انا شكيت بانه كان معاه في الدار، دخلت ولكن ما لقيتش شي دليل ملموس وبقيت كنترصد ليه. قالوا لي دابا واش انت لقيتي شي حاجه ملموسه ولا غير الشك ديالك هو اللي دار لك؟ قال لك سيدي انا غير شكيت في المراه ديالي. ايوا وكيفاش؟ وقالوا ما سيدي انا استغليت داك المدابزه اللي كان بينه وبين عمامو ولاد عمامو، واحد النهار وانا نتلاقى معاه قلت له فين راك عمر؟ قال لي لاباس الحمد لله. قلت له يلا نضربوا شي دوره يلا. انا كان في يدي واحد الحبل، هذاك الحبل باش يطولوا او باش كيحزموا الرجلين ديال البهايم، حبل زرق. قالوا ما سيدي انا كنت موجد. قلت له يلا ضرب معايا شي دوره لهيه، تم غادي معايا على نيته حتى وصلنا لذاك الجنان. فاش وصلنا خليته هو كيهضر غادي قدامي، واحد اللحظه جيت من الخلف ديالو ولويت داك الحبل على العنق ديالو وخنقته. وفاش حسيت به بانه مات ربط داك الحبل في الشجره وعلقت فيه الجثه. قالوا لي علاش درتي هادشي؟ قالوا ما سيدي باش نموه البحث ويقولوا بان السيد صفاها لراسو او شي حد صفاها لي بهذه الطريقه. هذه الافادات اللي دلا بها هذا المقدم المجرم. قالوا ما سيدي في التالي بعد ما صفيتها لي وعلقته في الشجره رجعت للدار، دخلت تقريبا مع ديك الوحده الليل. في الصباح كيف العاده نضت فطرت عادي، خرجت شافوني الناس ديال الدوار كندور، مشيت لذاك البلاصه. بعد ما مشيت لذاك البلاصه هبطت لابريكاد علمتهم انا في راسي بان الجثه راها بيته تما معلقه. هذه الاعترافات ديال المقدم. هنا غيعترف بالجريمه ديالو وغادي يديروا اعاده تمثيل الجريمه، وجريمه كانت بدافع الشك. الزوجه ما كانت عندها علاقه بهذا الولد، وهذا الولد ما كانت عنده علاقه بهذه السيده، فقط الشك والغيره كان سبب جريمه قتل. هذا المجرم هذا غادي يتحال على العداله وغادي يتحكم بالعقوبه ديال المؤبد بتهمه القتل العمد مع سبق اصرار وتسرسل. متابعينا الكرام، كانت هذه قضيه اليوم وهذه جريمه اليوم. ما المستفاد منها؟ الانسان شي مره الشك راه كيتسبب في جرائم اللي هما بشعه. الانسان الا ما كانش متيقن من شي حاجه
ما يديرهاش. وحتى اللي ينفرض هاد السيده هذه عندها علاقه مع هاد الوالد وكتشك وكذا، النهار اللي ضبطهم متلبسين كاين القانون في البلاد، سير عند القانون والناس الامن غادي يجوا معك، واثناء ضبطهما متلبسين راه العداله غتاخذ مجراها. اما الا جينا كل واحد يطبق شرع يديه راه غنوليو عفوا في الغابه. لهذا القصص اللي كنعاود لكم هما قصص للعبره، الانسان يستفد منهم، وكذلك تعرفوا كيفاش كيتفك لغز بعض الجرائم. راه هاد الجرائم اللي كنعاود لكم راه ماشي تحلوا في 24 ساعه، راه مده طويله، والعناصر الامن كيبحثوا سير هنا جيب هنا لاقي هذه مع هذه وصوب هذه مع هذه. ولكن ديما كنقولوا واحد المثال، هو الروح عزيزه عند الله. راه القاتل راه شحال ما غاب وشحال ما هرب، واحد النهار غادي تفضح السر ديالو. متابعينا الكرام، كانت هذه قضيه اليوم وهذه جريمه اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا منها وخديتوا منها العبره. واللي كنقولوا في نهايه جميع الحلقات، الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. كذلك غنستغل الحلقه ديال اليوم وغنوجه تحيه لواحد المتابعه ديالنا من مدينه سيدي قاسم، الاسم ديالها العامري ايمان، وكنقول لها هنيئا لك بالمناسبه ديال التخرج ديالك والمزيد من التفوق والازدهار ان شاء الله. متابعينا الكرام، كانت هذه قضيه اليوم وهذه جريمه اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا منها وخديتوا منها العبره. والقصص اللي كنعاودوا هما فقط للعبره ماشي للفرجه. كما كنقولوا في نهايه جميع الحلقات، الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. للاشاره، القصص اللي كنعاودوا هما قصص واقعيه مستوحاه من الواقع، واي تشابه في الاسماء او الاحداث او الاماكن فهو من باب الصدفه ليس الا. دعمونا بلايك وكذلك بالتعليق باش نواصلوا في نشر هذا المحتوى، ونتلقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه. ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.